ايه الحلاوه والطعامه والجمال ده يا ولاد. بصوا، شويه كيكه عندي كانوا بايظين او كانوا مركونين ونشفوا مني، ارميهم؟ لا، مرمهمش. احنا بقى لازم ستات بيوت شاطرين وممتازين لازم نعيد تشكيلهم تاني. فرمتهم في الكبه وعملت احلى تحليه، وشويه شوكولاته كده كانوا باقيين عندي كده اهي، شوكولاته بيضه كده حطيتها فوق الوش، كيس كريم شانتيه، وعملت احلى تحليه من بواقي الكيكه البايظه او المركونه او البايته او الناشفه اللي مركونه عندي في الفرن. يلا تعالوا خشوا في الفيديو عندي كده وانتوا تعرفوا احلى واسهل طريقه من ايدي، منوعات واكلات سهله وبسيطه. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفه سهله وبسيطه زي دايما وصفاتي السهله والبسيطه. زي ما انتوا شايفين ايه اللي انا بعمله ده كان كام حته كيكه كده، بواقي كيكه عندي ففضلت في الفرن نشفت، هرميها مش راضيين ياكلوها، لا هعيد تشكيلها تاني واعملها حاجه سهله وبسيطه ومش هتاخد مننا اي تكاليف خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كده، دي كانت كيكه بالكاكاو او بالشوكولاته، انا قعدت افتفت فيها زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تحطيها برضو في الكبة عندك، وبعد كده هتجيبي شوية لبن بمعلقتين عسل نحلة او معلقتين سكر بودرة وتقلبيهم وتحطيها. هتحسي ان انت بصي عاملة زي ما يكون ايه عليها مية كده او ايه طرية عشان تطرى، عشان هي طبعا كانت ناشفة. بصوا فاي اي تكتلات او اي حاجة طبعا انا هي ايه هقلبها في بعضها كده. هنعمل ايه بقى؟ جبنا عندنا كيس كريم شانتيه او كريم خام، كريمه خام، وبصوا هنضربها بالمضرب كده، شويه ميه متلجين او شويه لبن متلجين، اي حاجه من الفريزر يعني يكون مشبره كده. طبعا انتوا بتعرفوا تعملوه سهل وبسيط، وبالمضرب ضربته بقى كده. مش عايزاه يبقى جامد قوي عندي، يعني عايزاه يبقى فيه نسبه السيوله دي كده. عشان ايه؟ عشان الكيك يمسك فيه. وهنيجي كده في الاطباق اللي عندنا حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها، هنحط شويه كريم شانتيه كده، اكله بصوا او حاجه حلوه او تحليه سهله وبسيطه، وهنعيد تشكيلها تاني. هنحط كده في الاطباق اللي احنا عايزين نعملها اهو، هنحط شويه كده، مش هنعمل كذا طبقه، لا هنحط كده اهو حسب الكميه اللي عندنا. لو عايزين تعملوا برضو بصوا اهو، يعني ايه، تحطوه في الجناب كده بحيث ان الكيك لما يكون محطوط يبقى فيه كله. هيبقى على فكره والله، بس ايه انتوا اعملوها كده هتبقى حاجه حلوه لاولادك، وهتعيدي تشكيلها وخساره ما ترميهاش، هتبقى حاجه حلوه قوي. مش هامله الاطباق قوي كده عشان اعمل لهم العدد اللي انا عايزاه اهو كده. وبعدين نعمل ايه بقى عشان الفيديو ما يبقاش طويل؟ هنخلي الحاجات اللي احنا كده ونجيب الاربع اطباق اللي احنا عملناهم دول ونحط في الطبق ده شويه تاني عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم. وهنجيب هنا الكريم شانتيه اللي عندي، ولو برضو عندك شوية كاكاو خام وشوية زيت وشوية لبن وتضربيهم في الخلاط، وممكن تحطيهم برضو فوق الوش. بس انا الحاجة اللي كانت موجودة عندي كيس كريم شانتيه كده، وهتعملي بيه ايه التحلية الحلوة دي. هنعمله كده اي بقى اي حاجة عندك، فول سوداني عندك، جوز هند، اي حاجة عايزة تحطيها في الوش، الكاكاو زي ما انا قلتلك، شوكولاتة انت مسيحاها تحطيها برضو فوق الوش تبقى حلوة قوي. هنعمله كده بقى ونحطه في الايه، حطيه في التلاجة، بس التلاجة هتبقى مدة طويلة، ممكن نحطه في الفريزر كده حوالي ساعتين وناكله بقى احلى حاجة. الاسباتولا اتكسرت مني فايه في الطبق كده عادي، يعني هنبقى نشيلها. حط تاني برضو احلى تحلية هتاكلوها. بالله عليكم لو وصلتوا في للدقيقة او للثانية دي ما تنسونيش في اللايك وفي المتابعة والمشاركة، اكبر بيكم معاكم ان شاء الله. بس كده نظبطه بقى ونحطه ايه. بصوا حبايبي كده، شايفين بقى شويه الكيك اللي عندنا اللي فاضوا عملوا معانا كام طبق؟ يعتبر 7 اطباق اهو.
يعني بصوا حاجه كده ما شاء الله جميله. وانت برضو لو عايزه تعملي الطبق على الاخر اي كميه عندك، مش لازم شرط يعني الكيك يكون فايض عندك. على فكره كتير قوي كلنا بنغلط، بتعملي الكيك بيطلع منك هابط. لو هابط منك لاي سبب من الاسباب، بالتسويه مش كويسه، البيكنج باودر بتاعك مش مظبوط، ممكن برضو عادي ما تقوليش لا دي بقت كبسه كده وبقت وحشه لا ارميها، لا، خليها تنشف عندك واضربيها في الكبه واعملي احلى طريقه لبواقي الكيك اللي عندنا، واحلى من الشيز كيك كمان. تحليه سهله وبسيطه وسريعه زي ما انتم شايفين، ما خدتش مننا اي وقت. نحطها بقى في الفريزر كده ساعتين ونطلعها بقى احلى واطعم تحليه ممكن تاكلوها من ايدي. منوعات واكلات سهله وبسيطه. ما تنسونيش بقى في اللايك والمتابعه زي ما انا قلت لكم، معلش، سواء على صفحتي على الفيسبوك، او الاشتراك واللايك برضو سواء على قناتي على اليوتيوب. يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.